قصة كريم بنزيما مع الهلال السعودي تحت قيادة المدرب سيموني إنزاغي. كيف راح يلعب الهلال؟ هل أسلوب الهلال مناسب له؟ هذا اللي راح نحلله بهذا الفيديو. قبل ما نبدأ لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة ويلا نبدأ. لازم تعرف أسلوب لعب إنزاغي لأنه راح يكون المؤثر الرئيسي في كيفية استخدام كريم بنزيما. أسلوب سيموني إنزاغي يعتمد على السرعة والتنظيم والهجمات المنظمة. يجب أن يكون الفريق منظم تكتيكيا ويخلق فرص من الحركة الجماعية. ركز على الفوز والضغط العالي في وسط الملعب. أدوار كريم بنزيما مع الهلال: المهاجم الرئيسي، استغلال خبرته في منطقة الجزاء والتسديد على المرمى. الموزع واللاعب رابط للخطوط، بنزيما يستطيع النزول للكرة وصناعة الفرص لزملائه. القائد داخل أرضية الملعب، خبرته العالية تعطي ثقة لباقي اللاعبين في الأوقات الصعبة. بنزيما ما راح يكون فقط هداف لكنه لاعب شامل يقدر يزيد من جودة اللاعبين في وسط الهلال. مميزات كريم بنزيما مع الهلال: خلونا نحكي بشكل واضح عن المميزات الكبيرة الذي يقدمها كريم بنزيما للهلال. خبرة عالمية لا تقدر بثمن، قدرة عالية على التسجيل وصناعة الأهداف، قراءة ممتازة للعب وموقع ممتاز للهجمات. يجيد اللعب في أنظمة متعددة مثل 4-2-3-1 أو 4-3-3. قوة ذهنية والهدوء في التهديف تحت الضغط. هذه الميزات تخلي كريم بنزيما لاعب مختلف عن معظم المهاجمين الموجودين في الدوري السعودي. يمكن أن يغير من شكل هجوم الهلال بالكامل. كيف يستفيد الهلال من وجود كريم بنزيما؟ الهلال فريق ممتاز بالفعل ولديه لاعبين من طراز عالمي، ولكن وجود بنزيما يضيف لهم زيادة الخيارات الهجومية. خبرة في المباريات الكبيرة تكون نقطة قوة للهلال. عيوب وتحديات كريم بنزيما تحت قيادة سيموني إنزاغي: السرعة البدنية ليست عالية كلاعبين الشباب. أسلوب إنزاغي قد يكون سريعا ومهاجما أكثر مما يناسب بعض الأساليب الكلاسيكية. ربما يحتاج وقت للتفاهم مع لاعبين جدد. تحليل تكتيكي مختصر لسيناريو اللعب مع كريم بنزيما في الهلال: 4-3-3. بنزيما مهاجم مركزي والكرات تنتقل له بشكل أسرع من الأجنحة. 4-2-3-1. بنزيما خلف المهاجم الصريح لخلق الفرص وتسجيل مباشر. في النهاية ممكن ينجح ممكن يفشل، ولكن التحدي الأكبر تحت قيادة سيموني إنزاغي كيف يوظف كريم بنزيما في هجوم الهلال. إذا عجبك الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة.